بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ ورب تكونوا بخير دايما، ورب دايما اشوفكم بخير. سعد الجبري في ورطه. سعد الجبري انتوا عارفين ان هو مسؤول في وزاره الداخليه في المملكه العربيه السعوديه، مسؤول سابق، وبعض الصحف ووسائل الاعلام الغربيه تقول لك ان هو كان مسؤول استخباراتي كبير. يعني الراجل يعني في الاساس هو كان بيعمل في وزاره الداخليه في المملكه العربيه السعوديه. بعد كده بقى الراجل راح كندا واتهم الاداره السعوديه او الحكومه السعوديه ان هي عملت محاولات لاغتياله، وان هو راح كندا عشان يحمي نفسه من محاوله الاغتيال، وطلب اللجوء السياسي في كندا. وهذا الرجل يملك ثروه طائله وعنده اصول طائله، ويقال ان عنده قصر من احد الممتلكات اللي عنده يقدر ثمنه 13 مليون دولار كندي. يعني موضوع قوي جدا. والراجل عنده كمان جنسيه مالطا لسه واخدها عشان يبقى من ضمن مواطني الاتحاد الاوروبي، يعني مأمن نفسه كده. فطبعا في 11 شركه في المملكه العربيه السعوديه رفعت عليه قضايا داخل كندا. القضايا بيتهموه بالاختلاس والتزوير، وان الراجل ده سرق اموال الشعب السعودي وواخد مليارات الدولارات معاه، ويعني الموضوع كبير. فطبعا الجماعه الكنديين او القضاء الكندي هو بيشتغل على فكره النزاهه. طبيعي، هو دوله ديمقراطيه ليبراليه لازم يشتغلوا على النزاهه. طب يا عم الحاج، انت يا عم سعد الجبري في 11 شركه جايين بيتهموك بالاختلاس والسرقه والكلام ده، قول لنا ردك على الموضوع دوت. قال لك احنا بصراحه بنتعرض لعمليه اغتيال. القاضي قال له ايه؟ قال لك كقضاء كندي احنا مالناش دعوه بقضيه الاغتيال، قول لنا من اين لك هذا؟ يعني انت جاي لنا كندا كده هو بطياراتك باصولك بفلوسك بكل حاجه، قول لنا جبت الفلوس دي منين؟ انت راجل كنت بتعمل في وزاره الداخليه، موظف داخل وزاره الداخليه في المملكه العربيه السعوديه، من اين لك هذا؟ حصلت على هذه المليارات، معاك اموال طائله، اموال عظيمه للغايه، وهم مش عارفين مصادر هذه الاموال جبتها منين. فطبعا جمدوا اصول لسعد الجبري، جمدوا لغايه ما تثبت لنا الفلوس دي انت جبتها منين. جمدوا قصته، جمدوا اصول ليه ما يقدرش يبيعها. عمل ايه؟ استئناف على القضيه. الله، ايه يا عم الحاج؟ في كل الاصول ديت عايزين نشتغل، طب سيلوا لنا الفلوس عايزين نشتغل، ده سعد الجبري. تمام، رجع القاضي او المحكمه تساله نفس السؤال، من اين لك هذا؟ جبت الفلوس دي ازاي؟ انت موظف في وزاره الداخليه في المملكه العربيه السعوديه، برضه مش عارف يثبت. والادهى من ذلك ان هو ليس لديه وثائق او اوراق رسميه تثبت مصادر دخله. يعني هناك في كندا الموظف او اي مواطن بما فيهم رئيس الوزراء الكندي موضوع مختلف. رئيس الوزراء الكندي عشان يقول والله انا اشتريت عربيه لازم يجيب ما يثبت ان هو جاب الفلوس دي منين. اوباما، رئيس اوباما، انتوا عارفين رئيس اوباما لما كان في الحكم لقوا في ارصدته مثلا مبلغ مثلا بتاع مليون دولار مثلا، فالكونجرس يقول له انت جبتها منين؟ يقول لك والله احنا حوشتها عن طريق عملت كام محاضره كده، لميت قرشين فيهم وحطيتهم في البنك. طب حطيتهم ليه؟ يقول لك بس عشان هنصرف على العيال ندخلهم الجامعه كده. نفس القصه، هم في كندا بيشتغلوا بهذا الاسلوب. انت يا عم جبت معاك فلوس، معاك مليار دولار، حلو، تجيب قصاد المليار دولار ورق يثبت ان الفلوس دي جات لك عن طريق مصادر شرعيه، مرتبات، مكافآت، حوافز، ارباح. يعني لازم تبقى انت عندك مصدر شرعي ومعروف للقضاء الكندي. فللاسف سعد الجبري في ورطه عظيمه، مش عارف يثبت. هو راجل بيشتغل موظف في وزاره الداخليه في المملكه العربيه السعوديه، هيقول لهم انا ثروتي جبتها كنت باخد مثلا 300 مليون دولار مثلا في الشهر ولا 200 مليون دولار. يعني مستحيل ان هو يعرف يثبتها. هتثبتها ازاي؟ هل تفتكر ان القاضي هيصدق الكلام ده؟ فهو في ورطه عظيمه. على الجانب الاخر 11 شركه اللي هم رفعوا عليه قضيه من المملكه العربيه السعوديه معاهم وثائق وورق يثبت سرقته ويثبت ان هو الراجل اختلس اموال من المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي هو في ورطه عظيمه. وهو في ورطه طول الوقت هو بيدعي ان هو بيتعرض لعمليه اغتيال. القضاء الكندي بقى ما بيعرفش القصه دي. انت عندك محاوله اغتيال، بعد بقى ايه؟ اجهزه الامن والشرطه روح اتكلم معاهم. لكن قصه السرقه والنصب ده موضوع تاني. تعال لنا بقى نشوف القصه بتاعتك دي صح ولا غلط. اما بقى لو انت بتتكلم في فكره ان انا جيت كندا عشان انا بتعرض لعمليه اغتيال، ده موضوع تاني بقى احنا مالناش فيه.
لكن اهم حاجه في كندا كيفيه اثبات مصادر دخلك. انا ما زلت بقول وهفضل اقولها ان دايما لما بيحصل عمليات زي ديت، سواء بقى واحد خد فلوس من دولته، سواء في الوطن العربي، سواء واحد اختلس، انا في رايي يحلها مع دولته. اهم حاجه ان هو يرجع لدولته يحلها. يعني اعتقد ان هو بدل ما يقول انا هتعرض لعمليه اغتيال، انا اعتقد لو حل المشكله مع المملكه العربيه السعوديه اعتقد تتحل بمنتهى السهوله وبمنتهى الود وبمنتهى الجمال. لكن هو بيتخذ الطريق الصعب، طريق غير ممهد، طريق كله مشاكل، ولن يستطيع الوصول لاي هدف من اهدافه. وهو ده السبيل اللي بيتخذوا بعض بقى اللي مسمين نفسهم نشطاء سياسيين وبيحاولوا يعترضوا على الدوله، في الاخر ما بيوصلوش لنتيجه. انا ما زلت بقول ان الطريق الامثل والسهل لهذا الرجل هو العوده لادراجه، العوده للوطن، للمملكه العربيه السعوديه، لحل المشاكل التي يدعي انها مشاكل. هي دي القصه وما فيها. المشاكل اللي هو يقول لك انا بتعرض لاغتيال والكلام ده سيبك منه. موضوع الاموال ان اعتقد ان هو سهل ان هو يقدر اعادتها، واعتقد ان هو سهل ان هو يتواصل مع المملكه العربيه السعوديه. لكن هو دايما يجي لك موضوع النشطاء وموضوع الناس اللي بينشقوا على الدول العربيه يدعوا ان هذه الدول دول مارقه، دول ظلم، دول استعباد والكلام ده، وعشان يطلع نفسه من المشكله ولا ينظر لمصلحته ومصلحه الوطن العربي. ربنا يحفظ الوطن العربي، وان شاء الله يعني المواضيع دي لا تؤثر في المملكه العربيه السعوديه مطلقا، لازم تكونوا فاهمين، لكن تظل قوه الدول العربيه وقوه استقرارها هو صمام الامان للشعوب العربيه. ربنا يحفظ حكامنا ويحفظ التحالف العربي ويحفظ الوطن العربي. يا رب اكون فاتكم، يا رب دايما اشوفكم بخير. شكرا يا جماعه.